السادة الأساتذة والأستاذات، تحية طيبة للجميع والسلام عليكم مرة أخرى في حصة من حصص الدعم والتوجيه المقدمة من طرف منصة تعليم برو الإلكترونية لفائدة الطلبة والطالبات المقبلين على مباراة التعليم إن شاء الله لهذا الموسم. إذا كيف ما عودناكم دائما أن تعليم برو كتحاول ما أمكن تشرح لكم وتوضح لكم وتوجهكم في الطريق الصحيح تحت شعار الجدية في العمل للوصول إلى الهدف. إذا الحصة ديال اليوم إن شاء الله تعالى غادي تكون حول الاستمارة ديال التسجيل اللي تم الإضافة ديالها هذه السنة على خلاف السنوات الماضية. السنة الماضية كانوا طلبوا رسالة تحفيزية اللي فيها مجموعة من الأمور. هاد السنة هذه داروا واحد الاستمارة اللي تقريبا كتشبه السي في المحتوى الأول ديالها، كتعرف براسك يعني المعلومات الشخصية ديالك، ثم المعلومات الأكاديمية ديالك، الشواهد، التكوينات اللي درت والستاجات إلى غير ذلك، التدريب الميدانية، ثم بعد ذلك كتعطي المستوى اللغوي ديالك. هذا فيما يخص الجزء المتعلق بالسيرة الذاتية ديالك. الآن الجانب التحفيزي، سيتادير واحد الليتر دو موتيفاسيون باللغة العربية. لقيت مجموعة من الطلبة والطالبات عندهم تداخل في مجموعة من الأمور، حاولنا إن شاء الله تعالى أننا نيسروها في هذا الفيديو. إذا هذه المحاولة ما هي إلا محاولة متواضعة من طرف إدارة تعليم برو والطاقم ديالها. تقدر تكون يعني صالحة، تقدر ما تكونش صالحة، ولكن حسب التجارب وحسب الخبرات فقلنا أننا نديروا هذه المحاولة إن شاء الله تعالى اللي تقدر توضح فقط بعض المعالم ديال هذا لافيش للطلبة والطالبات إن شاء الله. نبدأ بأول محور اللي هو استعراض الأسباب الذاتية، وداروا فيه نقطتين: الإمكانيات والقدرات والمؤهلات والمعارف والمهارات والتجارب. يعني هنايا بالضبط بغاو تهضر ليهم على شنو هما القدرات والمؤهلات والإمكانيات اللي عندك انت كطالب، واللي غتخليهم يختاروك مقارنة مع شخص آخر. يعني شنو عندك انت بهذا المعنى هذا. اذا كتحاول انك دير بعض الامور اللي انت قادر ديرها واللي كتعتبرها مؤهلات بالنسبه لك. من بين الاسباب التي جعلتني ابدي اهتماما بمجال التدريس هو كوني اجتزت مجموعه من التجارب والخبرات. يعني كتبرز ليهم هنايا بانهم عندك تجارب وخبرات في المجال التربوي، لا سواء فيما يخص المعارف الاساسيه في علاقه مع التخصص المراد تدريسه، أو على مستوى الجانب المهاري في كيفية التعامل مع مختلف أنماط المتعلمين، بالإضافة إلى اكتسابي لمجموعة من الكفايات والمهارات الرقمية. إذا حتى اللغة هنايا خصها تكون عندك لغة سليمة، واختيار الكلمات ما كيكونش بشكل عشوائي، وإنما بشكل اللي غيخلي القارئ اللي غتكون هي اللجنة ديال الشفوي في حالة ما إذا كان يعني اعتمادهم على هذه الاستمارة، تخليها أنها تعرف بلي أنه عندك واحد الباجاج فوكابيلير لينغويستيك اللي غادي يخليك انك تكون ان شاء الله تعالى من الناس اللي مقبولين. كذلك الكفايات والمهارات الرقميه وكذا التواصليه، نحاول ندير والتواصليه التي من الممكن تطبيقها واجراءتها في مهنه التدريس. كما ان التدريب الميدانيه التي خضتها خلال مسيرتي مكنتني من اكتساب مهارات التفاعل مع الاشخاص والإنصات الجيد والعمل الجماعي، وكذا تطوير الجانب الشخصي والعلائقي الذي سيسمح لي مستقبلا بالإقبال على هذه المهنة. إذا هنايا شنو برزنا الكفايات، يعني الخشنة هما لي تكنيك ديالك، لي هارد سكيلز ديالك ولي تكنيك. برزنا كل ما يتعلق بالكفايات اللي كنسميوها المرنة، سوفت سكيلز، اللي هو التفاعل مع الناس، لي سبريت جروب، الإنصات الجيد، التفاعل، الليدرشيب، الجرأة، إلى مجموعة من الكفايات المرنة. ثم الكفايات الحياتية اللي غتخليك أنك العلاقات ديالك مع الناس وفي الخدمة ديالك أنك تكون مقبول، وأنك كذلك تكون في هذه المهنة بالشكل اللي هو لائق. إذا هذا هو الجزء الأول والمتعلق بهذا الأمر. الشق الثاني هو التعبير بوضوح عن الرغبة في الالتحاق بمهنة التربية والتعليم. يعني هذا كان كيتحط في الشفهي، في الشق الشفهي، كسؤال: علاش مهنة التدريس؟ وكيف ما كنقول دائما أن أي طالب
كيحاول يربطها بكل ما هو سونتيمونطال يعني عاطفي. إذا فما خصناش نبقاو نهضروا بعاطفية، لأن اللجنة كتبغي الإنسان اللي مختلف عن باقي المترشحين. هذاك الاختلاف ديالك هو اللي كيميزك، والاختلاف خصو يكون إيجابي ماشي اختلاف سلبي. مثلا غتقول لهم كاين اللي غيبغي يختلف غادي يقول لك انا باش بغيت نرد شويه ديال المصروف نو، ماشي بهذه الطريقه. الاختلاف الايجابي هو انك كتحاول تعطي واحد الامور اللي منطقيه، اسباب منطقيه، رغبات منطقيه. ما تحاولش انك تستعمل يعني العاطفه لانني احبها منذ الصغر ومنذ نعومه الاظافر وكذا وكذا. خصك تكون مختلف إيجابيًا. كيفاش هذا الاختلاف هذا هو اللي غنذكرو الآن في هذه الفقرة. إن جوهر اختيار مهنة التدريس والالتحاق بمجال التربية والتعليم ليس مرتبطًا فقط برغبة، وإنما بمشروع شخصي. يعني أن تكون أنت داير هاد مهنة التعليم بمشروع شخصي مهني، مشروع مهني ليك أنت، عفوًا هذا مشروع مهني. جعلته هدفًا واضحًا objectif smart ديالي أنا لولوج هذه المهنة كي أكون جزءًا من منظومة التعليم. وهذا ما لمسته من خلال تجاربي الميدانية في تداريب سابقة، ولا بالنسبة للناس اللي عندهم إجازة في التربية ولا إجازة مهنية مسلك مهن التدريس يقدروا يقولوا أو من خلال التداريب الميدانية في سلك الإجازة في التربية، بما كيعرفك اللي في اللجنة أنك مريت بتداريب ميدانية اللي خلاتك أنك تقول بأن هذه المهنة كنلقى فيها راسي. كما أن منطلق رغبتي لولوج مهنة التدريس هو ثقتي بنفسي أنني جزء من هذه المهنة سواء معرفيا أو مهاريا، حيث أجعل كل اهتماماتي وانشغالاتي في تطوير مهاراتي وقدراتي للالتحاق بها سواء عبر تكوينات ذاتية أو مستمرة. بمعنى كيعارفك بأنك التعلم عندك مدى الحياة، ما عندكش تعلم متوقف. كذلك أنه كاين طموح وأنها كاينة رغبة في الالتحاق بمهن التربية والتعليم. المرحلة الثالثة ولا الفقرة الثالثة من هذه الرسالة التحفيزية كانت فيما يخص جرد دوافع اختيار مهنة التدريس. هنا كلمة جرد ما بغاوش نص، يعني دائما كلمة جرد سيتي كتعطي بحال العرائض بشكل مختصر. يعني نحاول أننا نجردو بعض الدوافع عفوا. بالنسبة لعلامات الترقيم وبعض الكلمات اللي خاطئة فرا الفيديو جا بشكل سريع وبشكل اللي هو تلقائي، يعني أكيد غتلقاو بعض الملاحظات. أولا الدوافع التكوين الأساسي وحصولي على الإجازة في التربية، مساري الأكاديمي، مهاراتي وكفايتي المرتبطة بمهنة التدريس، الشغف والاهتمام الكبير، تجارب وخبرات سابقة في مجال التدريس، الميول للعمل الجماعي والمساعدة، كذا التوجيه والتنظيم والتخطيط، الاستقلال المادي والشخصي. إذا كنلاحظوا بأننا هنا في الأخير درنا الاستقلال المادي والشخصي. أي شخص راه كيبغي يستقل ماديا وشخصيا، وباش تستقل ماديا كيخصك وظيفة. إذا فلا بأس أنك تذكرها. إلا لاحظتوا ما جعلناهاش أولى الأولويات، وإنما جعلناها من بين الأمور والدوافع ديال الاختيار ديال المهنة. هذا فيما يخص المراحل الأولى ولا العوارض الأولى اللي تحدثت عليها الرسالة التحفيزية. غنمشيو الآن نشوفوا شنا هي العريضة الأخيرة أو الفقرة الأخيرة المتعلقة بهذه الرسالة. التعبير عن مستوى الاستعداد لما ينتظر من مسؤوليات وواجبات عند الالتحاق بالعمل. يعني هنا خصك تبرز ليهم مدى استعدادك للمهنة، استعدادا معرفيا، مهنيا، نفسيا كذلك، وكفاياتيا يعني القدرات والكفايات اللي عندك. إذا غنحاولوا أننا نبرزوا هذه الأمور في نص متواضع ومحاولة قد تكون ناجحة أو فاشلة يعني إلى حد ما. في إطار الاستعداد للمهام المنوطة بمهنة التدريس والالتحاق بالعمل، حتى هنايا حاولت قدر الإمكان من تطويري. دائما كنتواضع أمام اللجنة، ما نبقاش ندير راسي عارف، لأن المعرفة كيف ما كنقولوا كيف ما كيقول الله عز وجل فوق كل ذي علم عليم. من تطوير معارفي وقدراتي ومهاراتي وكذا كفاياتي المتعلقة بمجال التعليم وغيرها مما يتعلق بالحياة المدرسية والتوجيه والمواكبة. يعني هنايا كتبرز ليه بأنه عندي قدرات وعندي مهارات وعندي كفايات،
وأعي جيدا بالمهام اللي غتكون عندي مستقبلا في المهنة وأنا مستعد لها، اللي هي الحياة المدرسية، التوجيه، التدريس والمواكبة، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالأمور العملية كالديداكتيك العام والخاص، كل ما يتعلق بالمهنة أساسا، وضبط الوسائل وغيرها من أنواع الأمور التنظيمية كالتشريع المدرسي، عارف ما لي وما علي قانونيا، ناهيك عن الجانب النفسي، وهذا أكيد أنه جانب يجب أن يكون الإنسان مستعدا نفسيا لهذه المهنة، لأنها ليست مهنة سهلة فعلا، حيث إن التعامل مع مختلف أصناف وأنواع المتعلمين وماشي غير المتعلمين وإنما حتى الشركاء، الأطر التربوية اللي معك تما، الأطر الإدارية، الأطر يعني الجمعية وأبناء التلاميذ، الشراكات اللي كتكون خارج المؤسسة، في التكوينات، في علاقتك مع المفتشين، في علاقتك مع الأطر الأخرى. إذا هذه الأمور كلها كتاخذها بعين الاعتبار. من أصناف المتعلمين: يحتاج من المدرس أن يكون متعدد المسالك موهوب الكفايات قادرا على التأقلم والتكيف. هنايا كتزيد تبرز ليهم بأنه ما كاينش عندك إشكال، بأنه من بين الاستعدادات اللي مستعد لها هو أنه نقدر نخدم في الجبال، نقدر نخدم في المجال الحضري، في المجال القروي، ما عنديش إشكال، قادرا على التأقلم والتكيف مع مختلف الظروف التي قد يواجهها خلال مسيرته المهنية، وعيا منه بأن مهنة التدريس ليست كباقي المهن، فهي مهنة التربية قبل التعليم، ومهنة البناء وليس التلقين، حيث أن الاطلاع على كل المستجدات، يعني هنا عاود تعطيه واحد الفرصة باش يعرف بأنه اطلعت على مستجدات متعلقة بالنظام التعليمي المغربي سواء على المستوى التنظيمي والبيداغوجي والتربوي، جعلتني أكثر فهما ووعيا بواجباتي وحقوقي. يعني أنا كعارف بأنك معارف الواجبات ديالك اللي عليك واللي ليك المهنية للعمل في بيئة سليمة تتسم بالمردودية والعطاء، وهذه أهم شيء اللي خصك تكون مستعد ليها، أنه خصك تكون مردودية وعطاء في هذا المجال. كنتمنى أنني نكون ساعدتكم ولو بشيء بسيط في توضيح هذه النقاط هذه. اللي عنده شي تساؤل يقدر يخليه في التعليق، ولا تنسونا من خالص دعائكم. نتمنى لكم كما العادة حظ أوفر في مباراة التعليم، ولا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع فيديو آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.